الصيام بين الأحكام الفقهية والحقائق العلمية شعار اختارته جمعية التداوي والتوعية الصحية في الندوة العلمية التي نظمتها يوم السبت بقصر المؤتمرات بالعيون. اليوم كنحاولوا نربطوا ما بين جوج ديال المسائل اللي هي الشق الديني والشق العلمي. كنتمنى تكون الاستفاده. كان ضيف الشرف لهذه الندوة الدكتور محمد الفايد الخبير في التغذية الصحية الذي حاول إعطاء مجموعة من النصائح والإرشادات للحضور الذي حج من كل أحياء المدينة من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة أطفالهم، كما أشاد بالخيرات الطبيعية والممتازة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية. مع الأسف الآن يعني الثقافة الغذائية الصحراوية بدات شوية كتضيع. يعني هذا الطحنة الدقيق ديال الشعير والأسماك، حليب الإبل ولحوم الإبل، لحم الماعز كذلك، حليب الماعز، كاين أنواع من العسل جيدة هنا. يعني النحلة الصحراوية معروفة أنها هي اللي كتعطي أحسن نوع من العسل. فنحن نخشى من هذا دخول الموضة بقوة وتنسي الناس على ثقافتهم الغذائيه. يعني والثقافه الغذائيه هي الرصيد، يعني هي الرصيد الاقوى يعني في حياه الناس، لان الناس اعتادوا هذا النظام الغذائي الصحراوي، هو نظام جيد وسليم. وكما يقال: الوقاية خير من العلاج، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى.